عشان بيتعبوا الجهاز الهضمي. فانا عملت اللحمة بعد ما سلقتها قطعتها عادية خالص وقطع واضحة تمام، وشوحتها في سمنة بلدي بس، يعني just enough، انا ما عملتش حاجة تانية، وشوية ملح، رشة ملح فوق الوش بس. طبعا الشوربة طبعا عليها ابتدى عليها ملح بس تمام. فقولوا لي طبعا سقيت الرز بشوربة اللحمة، انا كنت محتاجة شوربة فسقيتها سقيت الرز بيها. بصوا قطعت اللحمة زي ما قلت لكم، حطيت معلقة سمنة بلدي، وادي اللحمة كانت جميلة لان هي مستوية على نار هادية، وشوحتها في السمنة البلدي، واديله ادي لحد اما مع رشة ملح لحد ما خدت اللون الشوي كده او لون التحمير وبس، وحطيتها على الرز. صدقوني صحية جدا، طعمها كان تحفة. وطبعا عملت جنبها سلطة طحينة. لو عرفتي تعملي طحينة في البيت كان بيها، لو معرفتيش تجيبي من حد موثوق فيه، لان بعض السرجة او بعض الاماكن اللي بيبيعوا العسل والطحينة بيحطوا عليها نشادر، واحيانا بيحطوا عليها دقيق ونشا علشان تتقل القوام تمام. بصوا بقى الفاينل لوك النهائي، ادي الرز البسمتي اهو فيه الزبيب صحي جدا لانه عنب كده عنب مجفف تمام. وصدقوني كان طعمه تحفة 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 تحفة. ما كانش عندي مكسرات بس هي ما فيهاش ضرر يعني تمام. بس زي ما انتوا شايفين اهو الفاينل لوك. وعملت سلطة الطحينة جنبها، اكل صحي جدا ما تعبش الجهاز الهضمي عندي. ما عمليش دربكة في جسمي، وبصراحة الاكل يعني ناعم كده على المعدة. بس اي حد هيقول لي دي مش شاورما دي لحمه، هقول لكم قطعه صغيره ومحدش يدقق قوي كده، لان دي اصلا مش شاورما. احنا بنحاول نقلد الاكل الغير صحي ونخليه صحي للجسم، عشان يبقى الموضوع كده يبقى حلو معانا، يبقى في اللذيذ منه يعني. بس اتمنى تتابعوني. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي، وما تنسوش تتابعوني على القناه الحمراء يوميات ام فهد. تنسنيش في اللايك الجميل والكومنت الحلو بتاعك والقلب اللي بيفرح قلبي. بس ادعوا لامي بالرحمه والمغفره، والامهاتنا جميعا بالرحمه والمغفره. واشوفكم في الفيديو الجاي وفي حاجات تانية جميله هعملها معاكم، صحيه لجسم صحي، لنوم عميق ونوم مريح جدا على نظام الطيبات. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش من صالح دعواتكم. اشوفكم على خير وفي الفيديو الجديد ان شاء الله. مع السلامة.